البصمة تتغير كل 10 سنوات. يا أخي غلط غلط، لا تقول لي والله البصمة تتغير كل 10 سنين بسبب آية قرآنية أنت قريتها ولا تعرف المعلومة أصلا. ما في بصمة تتغير كل 10 سنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت فأغمضوا عينيه فإن الروح يتبعها البصر. يعرف بها كيف مات. عاطني قضية واحدة بس، أنا أطلب قضية واحدة بس أخذت فيها العين كدليل زين إدانة. ما في. وأنا سمعت مجالس رجال، اسمعها بالمجالس، أخذوا عينه وشافوا أختي شافه. لا ما في. وش ياخذون الصورة كيف وش صيغة الصورة؟ جي بي جي ولا بي ان جي؟ ما في، كلام فاضي. الأدلة الجنائية وشرحوا العين وجدوا تفاصيل أحداث الموت كلها. العين وبصمة العين ما يقدرون، لا طبيب شرعي ولا أدلة جنائية ولا ابن أمه ياخذ عين ويقدر يخليك تشوف أختي شفته. ما فيه كلام، هذا مو موجود. لا توظف اهبد، لا تجيب الأحاديث والآيات كإسناد لحجتك ومعلومتك الضعيفة. في إعجاز علمي، في إعجاز علمي في القرآن الكريم، أنا ما أقول لا، أنا أقول استخدامك للآيات على حسب مزاجك عشان تقوي فيها حجتك أو معلومتك. أنا بعطيك معلومة أرض مسطح، في آية قرآنية تقول بتكذبني، أو الآية شو تقول؟ لأنه ما يعرف تفسيرها، يفهمها من المفهوم السطحي. لا بس اسألوا أهل الاختصاص يا أخوان، معلومة عندك ابحث عن مصدرها وأصلها، لا تكون إمعة، ابحث أنت بنفسك. يعني أنت في مقومات بحث عندك جوجل، عندك في كل مكان، عندك أهل الاختصاص موجودين في كل مواقع التواصل الاجتماعي. اسأل، قال في كذا بيجاوبك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم.